مساء الخير يا لافينا. قبل ما هبدأ في البث المباشر عاوز أقولك على حاجة بتحصل دلوقتي، البشارة والعذراء في معرض أثري بيتعامل في متحف شرم الشيخ، ومحطوطة فيه طبعا أيقونة البشارة. البشارة والعذراء ده عنوان معرض مؤقت للآثار، وبيقام في متحف شرم الشيخ بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد البشارة القبطي. أوضحت لينا ميرام إدوارد المشرفة العامة على متحف شرم الشيخ إن المعرض بيضم أيقونة ثلاثية بتجمع بين 3 أيقونات مرتبطة ببعضها موضوعيا. وبالمناسبة يا لافينا، أنا يوم ما سميت بنتي اللي هي هتبقى بنت خالك سميتها ميرنا، يعني السيدة العذراء. هي أيقونة البشارة وأيقونة القديس يوحنا وأيقونة القديس متى، دي اللي بتبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية، حيث بتعد الأيقونة بمنزلة كتاب لمن يجهل القراءة والكتابة، حيث تقرأ الأيقونة من خلال معرفة دلالات الرموز والألوان. أضافت أنه تمت إقامة ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض عن فن الأيقونات، أهميته، تاريخه، وده بالإضافة لشرح تفصيلي للأيقونات المعروضة بالمعرض المؤقت في الفترة الحالية. وحصل أن اتقدمت كلمة عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها، وبيقام المعرض في قاعة الحضارات بجوار الركن البيزنطي، وهيستمر 2 شهر لحد نهاية مايو المقبل. كده بقى نرجع للحواديت بتاعتنا واحكي لك عن الحضارة المصرية القديمة. عشان أكمل الحدوتة بتاعتنا هقولك إن كان الملوك يحتفلون بعيد السد كوسيلة لتجديد قوى شبابهم، وبذلك يطيلون مدة حكمهم. واستمر الاحتفال بعيد السد حتى نهاية التاريخ المصري القديم. لم يكن أكثر الملوك ينتظرون حتى تصل مدة حكمهم 30 عام علشان يقيموا احتفالات لهذا العيد. احتفل سوسر بأحد الأعياد بالرغم من أن مدة حكمه لم تزد عن 19 عام. قبل ما هنتكلم على مبنى الجنوب عاوز أقولك إن عندنا تعليق. في صديق كتب لنا إن الكتب المقدسة يجب أن تقرأ بعين العقل لا بعين الإيمان، والتعليق اللي قاله فولتير. نرجع بقى لمبنى الجنوب بتاعنا إلى الشمال من معبد العيد الثلاثيني. هنرى بقايا مبنى يعرف باسم مبنى الجنوب، وكان بيحيط به سور خاص وله مساحة أمامية، وبيزين واجهته 4 أعمدة متصلة بالواجهة. وإلى الشرق من واجهة المبنى
هنجد بقايا أعمدة كانت تيجانها محلاة بورقتين من أوراق الزهر متدليان على الجانبين، وربما يكونوا رمز للوجه القبلي. على الجدران الداخلية للمبنى توجد كتابة، لكن هيراتيقية ومعمولة بالحبر الأسود، وبترجع للأسرة ال19، يعني حوالي 1300 سنة بعد عصر الملك زوسر. والكتابة بتتحدث عن جمال المبنى وعظمته، وإنه لا يزال يزهو ويتلألأ كالإله رع. قبل ما نتكلم على مبنى الشمال هناخد تعليق. صديق لينا بيقول الشيطان حسب الكتب المقدسة هو أصل وسبب وجود الشر في العالم، لكن الله مطلق الحكمة والعدل والرحمة أغرق جميع البشر وغير البشر في الطوفان، لكنه أبقى على الشيطان هل من مجيب. ده مش موضوع البث المباشر بتاعنا، علشان كده هنرجع لمبنى الشمال، وهو بيقع خلف مبنى الجنوب إلى الشمال منه. هو في طرازه وعمارته بيشبه بالضبط مبنى الجنوب، لكنه يختلف عنه في وجود 3 أعمدة بتمثل نبات البردي، واللي هو رمز الوجه البحري. لابد ان المبنيين دولا كانوا يمثلان مبنيان ليهم علاقة بالوجه البحري وبالوجه القبلي، أقيم هنا وبهذه الكيفية علشان يكونوا رمز للملك وسيادته على الأرضين، وعلشان تتمكن الروح من الاستمرار في سيادتها الملكية في العالم الآخر. كذلك ربما إن لها علاقة بعيد السد وبتغيير ملابس وشعارات الملك ده باعتباره ملكا للوجهين. احنا عندنا تعليق من صديق لينا بيقول إذا كان الله بيربط الشيطان في رمضان، إذا لماذا يطلقه بعد رمضان؟ هل يحب الله انتشار الشر بين البشر؟ لماذا لا يربط الشياطين دائما؟ أليس كل المقدرة؟ هنتكلم دلوقتي على المعبد الجنائزي، وده يوجد في شمال الهرم المدرج، وده بخلاف ما اتبعه الملوك فيما بعد لما شيدوا معابدهم الجنائزية في الجانب الشرقي من أهراماتهم. المعبد في حالة سيئة من التدمير، ومن الصعب تتبع تخطيطه، وممكن نشوف قواعد الأعمدة وبقايا جدران حمامين. في الجدار الجنوبي للمعبد دون يوجد الممر المؤدي للمدخل الشمالي للهرم، وهو مغلق حاليا للجمهور ده نظرا لخطورته. آخر تعليق هناخده دلوقتي: كيف لأمريكا وأوروبا الصين وروسيا واليابان أن تعيش بلا فتاوي ولا ليلة القدر ولا الصلاة؟ شيء محير. أنا مش عارف يا جماعة، هو مش مفهوم بالنسبة للمستمعين إن محور حديثنا عبارة عن حضارة مصرية قديمة؟ جه الوقت دلوقتي إن احنا نتكلم عن السرداب. ده عبارة